مين؟ منصور يا خالد. منصور؟ اهلا. يا ابوي. اخبارك؟ يا الصحة؟ يا الاخبار؟ الحمد لله والله. الحمد لله على السلامة ولد ابوي. تفضل. ويا اخبارك ويا اخبار البلد كله تمام؟ البلد نورت بوجودك يا ولد ابوي. الله يخليك يا ولد ابوي والله الله يحفظك. وانت عامل ايه وايه اخبار الشغل واخبار الغربة معاك؟ والله نحمد ربنا وماشي الحال. الحمد لله. الحمد لله. امال فين امك؟ استنى اروح اسلم عليها واجي لك ثاني استناني. خذ يا منصور رايح فيها. خير راح اطلع لامك واسلم عليك. طب اقعد ادينا قبل نمشي وخذ نفسك انت جاي من سفر طويل. مالك خالد ايه فيه؟ وشك صفر كده ومتعفر في حاجه حصلت لامك ولا ايه؟ مالك يا خالد حصل ايه؟ امك فيها حاجه؟ رد علي. امك وديتها دار المسنين يا منصور. دار ايه؟ مسنين؟ وعملتها ازاي؟ هل مالك امك؟ غصب عني والله يا منصور. امك كانت بتخرف كتير وحد اشتاقها في البيت. اقطع النفس. وازاي يا ولد هان عليك تعمل كده مع امك بس؟ الصراحة يا ولد ابوي انا مش الوحدة اللي كنتش حاملها. مراتي كمان كانتش تقدر تساعدني وانا مش قادر على مصاريف مرعتي. امال الفلوس اللي كنت بعتها لك ليه وديتها فين؟ والله فلوسك دي يا ولد ابوي انت هتبعتي ايه؟ ما جابش ربع علاجي. ومراتي مش قادرة تساعدني ولا انا مش قادر اراعيها، اعمل ايه يعني؟ كتر خيرك يا ولد ابوي. يا ولد البطن اللي شالتني وشالتك وانت كفرت بيه. واكسب من امك لاجل نكرم برضاها. امك من بعد ابوك كبرتنا وعلمتنا ودخلتنا المدارس. كانت توفر نايبها عشان خاطري وخاطرك. امك اللي تعبت فيك 9 شهور وانت مش داري. تسهر الليل جارك لما تلقاك سخن. كانت تطلع وتجري بيك في نص الليالي على المستشفيات وتدعو ربنا ياخذ من عمرها ويديك ما اشوفش فيك ضرر. امك اللي كانت تبكي ليل ونهار في غيابنا كانت لما تشوفني تمسح دموعها من على خدي عشان ما نشوفهاش بتبكي وتكسر قلبنا. لكن الظاهر يا ولد ابوي ما تعرفش ان قلبك هيبقى حجر بالشكل ده. والجنة تحت أقدامي لو معاك. أنا هروح أجيب أمك وأجيب لها بيت الحالي. ولو ما جيتش تبوس إيدها ورجلي يبقى أبوك خلفكش راجل يا خالد. سلام يا ولد أبوك.